الوغ هذا ميساج لعصام الحضري، أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في أوروبا. أنا أسطورة على محمد صلاح، قمة الغطرسة. بونو فايتك بسنوات ضوئية. تقارن أحمد حلمي بتوم كروز باش نحيدوا الشك قطعا في هذا الموضوع. يوصل لمستواه وبعدين قارن. السلام عليكم الخوت. قبل ما نبداو الفيديو درت لكم واحد تخيله خفان زربان، نتمنى تعجبكم. غير قبلوا على هادشي اللي غتشوفوا، بريكوليتها فيت في باش ندخلوا للفيديو حنا ناشطين على بركه الله. اول موضوع غنهضر فيه اللي هو موضوع اصلا ما كنتش باغي نخوض فيه لانه جدال فارغ، ولكن بحكم انه الموضوع كبر وزاد عن حده ضروري الجواب، اللي هو موضوع حضري ضد بونو. وفي هذا الفيديو ما كاين لا يوتيوب بروتوكول لا غنريح بعقلي لا والو. اي حاجه كتمس باي لاعب مغربي غنخرج من رونتي وغنجيها نيشان. الوغ اليوم انا عارف المغاربه ما كيحملوش فاش كيهضر مغربي بلهجه اخرى، ولكن الا بغيتي توصل الميساج وتاكد ان الشخص اللي انت مصيفط ليه الميساج وصلو وفهمو 100%، خصك تهضر معاه باللهجه ديالو الا قدرتي. الوغ هذا ميساج لعصام الحضري ولاي واحد مصري غيتفرج في هذا الفيديو باش نحيدوا الشك قطعا في هذا الموضوع. بص يا استاذ عصام الحضري، انا حاجي لك من الاخر، ما ينفعش تقارن نفسك ببونو زي انه ما ينفعش تقارن احمد حلمي بتوم كروز. واحد على الصعيد الجهوي والثاني على الصعيد العالمي، فمهنيا ما ينفعش. اخلاقيا ياسين بونو قمة التواضع، قمة الطيبة، قمة الاخلاق. انت في الناحية الثانية قمة الغطرسة. انا وانا وانا عندك جنون العظمة، واي حد يتكلم معاك انا احسن من شوبير، انا اسطورة على محمد صلاح، انا كذا. فاخلاقيا بونو فايتك بسنوات ضوئية، يا ريت تتعلم منه. موضوع انك تطلع كل مرة يعمل فيها بونو انجاز وتحط حاجة تفكر الناس بانك انت كمان كنت وانت عملت وانت فعلت، يا ريت لو سمحت نتبع مقولة رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. موضوعك انت وياسين بونو مفروغ منه بالارقام. هتقول لي اصل 4 كؤوس افريقيا، انا حديك دلوقتي بالحقائق والدلائل ارقام بونو اللي حضرتك شكلك مش عارفها. ومعظم المصريين كانوا بيشوفوا بونو بس لما بتلعب يا اما ريال مدريد ضد سيفيا يا اما لما بتلعب برشلونة ضد سيفيا، لغاية ما شافوه في كاس عالم. عشان كده معظم الناس اتصدمت. بس بونو يا هندسة ارقامه مخيفة. خليني اديك شوية من انجازات بونو يا استاذ. تعال. اول حارس عربي في التاريخ يفوز بلقب قاري اوروبي. أول حارس عربي يرشح لجائزة الفيفا وجائزة فرانس فوتبول عالمية. أول حارس إفريقي وعربي يرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. أنت فين من الكلام ده؟ أول حارس عربي وإفريقي يسجل هدف في الدوريات ال5 الكبرى اللي سجلوا مع سيفيا وأهلهم. مش بس حراسة، تسجيل كمان. خد. أول حارس إفريقي وعربي يحافظ على أكبر عدد من الشباك النظيفة في نسخة واحدة من كأس العالم 2022، 3 مباريات 0 هدف. أول حارس في تاريخ نادي إشبيليا، مش عربي أو إفريقي، على العموم في تاريخ نادي إشبيليا يسجل هدفا في الدوري الإسباني. أكثر حارس صناعة للأهداف في الدوري الإسباني في القرن ال21، يعني ده في القرن. خد الجامدة بقى. أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في أوروبا سنة 2021 في أوروبا. تيجي أنت تقول لي حاج ديوف وإيتو ومش عارف إيه، ده 2021. يعني كريستيانو لسه موجود وميسي لسه موجود وأباطرة الكورة في أوروبا لسه موجودين. 32 كلين شيت سنة 2021، سنة في سويسرا. هتيجي تقارن نفسك ببونو. أكمل لك بقى. أفضل مركز لحارس إفريقي وعربي في تاريخ جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مركز 13. جائزة زامورا 2021 2022. جائزة أفضل حارس إفريقيا 2023. جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي 2023. جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الإسباني 2021.
وانا بكلمك بالمصري عشان تفهم كل كلمة بقولها. لما تكون عايز تقارن نفسك بحد، اوصل لمستواه وبعدين قارن. انما انت عمرك وصلت للعالمية وعايز تقارن نفسك بواحد عالمي؟ يا عم ده بونو بيتقارن بكورتوا، بشتيجن، بنوير، دوناروما. مع احترامي ليك، انما عصام الحضري احسن حارس في افريقيا وقتها. وتتقارن شادلي بتاع الرجاء، تتقارن بالمياغري بتاع الوداد، بالشناوي. انما بونو فاتك بسنوات ضوئية يا اسطى. وزيدك من الشعر بيت، اول مقابلة لعبها بونو مع الوداد كانت نهائي كأس عصبة الابطال الافريقية ضد الترجي التونسي. كان في عمره 19 سنة. دي اول مقابلة ليه. وبعدها راح على اتلتيكو مدريد براتب اقل من اللي كان بياخده في الوداد، لان الشخص ده عنده طموح وعنده اهداف وعايز يوصل، فعملها كتضحية ينقص من الراتب بتاعه. وراح على ما اظن الحارس الثالث ولا الثاني، ما كانش الاول. ومع ذلك صبر وتابر وطور من نفسه وربنا وفقه. فما تجيش يا استاذ عصام الحضري تقارن نفسك ببونو، ما ينفعش. وبعدين تعالى لي هنا يا استاذ عصام، اشمعنى لما تألقوا اللعيبة المغاربة في كأس العالم 2022 ما شفناش حد من جيلك، سواء ابو تريكة سواء وائل جمعة، ما شفناش حد من الجيل الذهبي ده طلع وقال انا كمان عملت ديفنس رائع وانا كذا وانا كذا؟ اشمعنى انت بس؟ انت غيران ان حارس عربي وصل للمستوى ده. فياريت لو سمحت تستسلم للامر الواقع. انت مش هتعيش جيلك وجيل غيرك، خلاص. فياريت يا استاذ عصام الحضري تحافظ على احترام الناس ليك بدل ما تطلع الطلعات دي اللي ملهاش لازمة. واخر حاجة هقولها، يوم حد في افريقيا يوصل نص نهائي كاس عالم ممكن نفكر في المقارنة. ومات الكلام. كي جيتكم الخوت، شريط عربي مطول صافي. مهم هادشي كان في قلبي وكان خصو يطلع من الاخر. اللي مس بونو ولا باي لاعب مغربي ما غنسكتش ليه، واخا نعرف نتعلم الجابونيه ونهضر معاه. المهم غنوصل النقطه اللي باغي نوصل. دابا ندخلوا لاشرف حكيمي البطل ديالنا، وان شاء الله بطل البالون دور. تفرجنا البارح في الاداء الرائع والماتش الواعر ديال بي اس جي ضد بايرن ميونخ، وكنا طبعا كنا باغيين اشرف حكيمي برز ويدير، فهمتيني، حيت كيتضارب على بالون دور. دقيقه 90 نعم سيدي، دريبلا 3 ديال لي ديفونسور، عطى اسيست ولا اروع. ولكن اللي بزاف الناس ما ردوش ليه البال هو هاد الكره كي بدات، شكون بداها؟ الديفونسور اللي رجعها هو اشرف حكيمي. مشات الكره سيركولات، ضرب هو المسافه، تبلاصه مع راساتو. راه خونا خارق ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. كما قلت لكم الخوت، خصنا نديروا ما في جهدنا باش ندعموا اشرف حكيمي، حيت راه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. داك العام كنا طامعينها في الكره الذهبيه الافريقيه وما عطاوهاش ليه. هاد العام ولينا طامعين في الكره الذهبيه العالميه. فيا ريت كل شيء يحط في فيسبوك ديالو تصويره ديال اشرف حكيمي هاشتاغ حكيمي بالون دور. كل الدعم كل الدعم كل الدعم من الشعب المغربي كامل. المهم الخوت، خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. كي جاتكم اللهجه المصريه ديالي؟ خوكم راه شبعان افلام، فهمتيني، داكشي اللي تعلمناه حطيناه باش نوصلوا الميساج لخونا الحضاري وما يبقاش يتجرأ. ونراكم في الحلقه القادمه، والسلام عليكم.